السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة 5. أنا مس أميرة، دي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض مراجعة امتحان شهر أكتوبر لمادة الآي سي تي للصف الخامس الابتدائي للترم الأول. هنكمل مع بعض مذكرة المتميز وناخد lesson 3 networks و lesson 4 digital communication tools ونحل كل أسئلة المحافظات اللي جت عليهم. لايك للفيديو ونكبر الشاشة ويلا بينا نبدأ بسم الله. lesson 3 بعنوان networks يعني الشبكات. يعني ايه مس كلمة شبكات؟ بيقولك الشبكات دي يعني مجموعة من الناس أو مجموعة من الأشياء، يعني مثلا أجهزة كمبيوتر بتبقى متوصلة مع بعضها علشان غرض معين. Networks are group of people or things that are connected to each other for a common purpose. يعني ايه برضو يا ميس أجهزة متوصلة مع بعض لهدف معين؟ هقولك مثلا زي الموظفين اللي موجودين في البنك. مثلا حد عايز يبعت لحد فايل، فالاجهزه بتاعتهم بتبقى متوصله ببعض، فدي بتبقى اسمها ايه ميس الشبكه دي؟ اسمها نتورك. وبيقول لك ان النتوركس دي انواع كتيره. ايه ميس الانواع دي؟ اول نوع اسمه LAN Local Area Network. الشبكة دي بتبقى عندك انت في البيت. ايه ميس الشبكة اللي عندي في البيت دي؟ بيقولك لما تيجي توصل الكمبيوتر بتاعك بجهاز تاني او توصله بالبرينتر الطباعة بتاعتك او بالراوتر، فانت كده بتعمل شبكة. الشبكة دي اسمها ايه؟ Local Area Network. يبقى اللوكال اريا نتورك الاختصار بتاعها ايه؟ خد اول حرف من كل كلمة وجمع كلمة لان. LAN. بيقول لك دي شبكة صغنونة ممكن تكون عندك في البيت لما توصل الكمبيوتر بتاعك بالبرينتر أو الراوتر. Consists of computer connected to another computer. كمبيوتر متوصل بكمبيوتر واحد أو متوصل بجهاز زي البرينتر أو الراوتر. طيب يا ميس، يبقى أول نوع من النتورك Local Area Network. النوع التاني من الشبكات دي بقى شبكة كبيرة زي الإنترنت. الإنترنت ده بيضم كام كمبيوتر يا ميس؟ واحد واتنين ولا تلاتة؟ لا يا ميس، بيضم millions of computers from all around the world، من كل العالم. ميس، يبقى الشبكة بتاعة الإنترنت دي شبكة عالمية بتضم millions of computers from all around the world. ماشي يا ميس، انا عايزه اوصل الكمبيوتر بتاعي بالانترنت، هحتاج ايه يا ترى؟ بيقول لك انت محتاج حاجتين. اول حاجه بوابه للانترنت، جيت واي، اللي هي مين يا ميس؟ اللي هي الراوتر. الراوتر بتوصل الكمبيوتر بتاعك بالانترنت. محتاج ايه كمان يا ميس غير الراوتر؟ محتاج تدفع يا باشا، تروح تشترك في شركه تقدم لك خدمه الانترنت. الشركة دي اسمها ايه؟ ISP، خدناها في lesson 2. ايه مثل ISP دي؟ دي شركة فودافون او شركة اتصالات، الشركة اللي بتقدم لك خدمة الانترنت. ISP is a company that provide internet service to customer، يعني بتقدم خدمة الانترنت للعملاء بتوعها. يبقى تاني، عشان اخش الانترنت او اتوصل بالانترنت بحتاج حاجتين، جيت واي اللي هو الراوتر، وكمان ISP. ايه ISP دي؟ companies that provide internet service to customers، الشركة اللي بتقدم خدمة الانترنت للعملاء. طب يا ميس حمادة ده جاب الراوتر واشترك مع الاي اس بي، يبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يخش على الانترنت، يفتح صفحات، يفتح مواقع. بيقولك ان في شبكة كبيرة اسمها www. ايه يا ميس الشبكة دي؟ الشبكة دي هي عبارة عن صفحات ومواقع تقدر تخش تلف فيها زي ما انت عايز، تقدر تعمل فيها نافيجيت يعني تمشي كده جواها وتدور وتقرا وتبحث. خلاص؟ طيب، يبقى لما حمادة دخل على الانترنت قدر يدخل على الورلد وايد ويب. وورلد وايد ويب. ايه مثل وورلد وايد ويب دي؟ دي عبارة عن شبكة بتتكون من web pages and sites that people can navigate. البيبل يقدر يخش ويدور على اي معلومة هو عايزها في المواقع دي. ولو تلاحظ لو انت فتحت اي موقع هتلاقي اوله كده www. يبقى ال www الورلد وايد ويب هي عبارة عن جزء من شبكة الانترنت، part of internet network. بتتكون من ايه مثل الورلد وايد ويب؟ is made up of web pages and sites، مواقع وصفحات that people can navigate. وطبعا من اشهر الصفحات دي اللي انتوا كل يوم يا حبايبي بتخشوا عليها، انا عارفه مين يا مس؟ بنك المعرفه المصري، Egyptian Knowledge Bank. ايه مثل بنك المعرفه ده؟ اصلا انا معرفوش. بيقول لك ده موقع بيديك معلومات موثوق فيها، وكمان بيبقى ببلاش لكل المصريين المشتركين في الموقع ده. Egyptian Knowledge Bank الاختصار بتاعها
EKB أول حرف من كل كلمة. الإيجيبشن نوليدج بانك ده بيعمل إيه يا ميس؟ provide reliable information for free، بيقدم معلومات موثوق فيها ببلاش to all Egyptian who register on the site، لكل المصريين المشتركين في السايت. يعني ايه مس ريجستر؟ يعني زي الفيسبوك مثلا، انت بتخش بتعمل ايه؟ بتعمل تسجيل دخول، بتعمل اكونت. خلاص لو دخلت على البنك المعرفة وعملت ريجست، يبقى انت كده تقدر تحصل على ايه؟ معلومات موثوق فيها ولا معلومات مش موثوق فيها؟ طبعا بحصل على reliable information، يعني معلومات موثوق فيها وكمان ببلاش for free. يبقى احنا دلوقتي خدنا نوعين من الشبكات. شبكة صغنونة محندقة بتاعتك انت في البيت اسمها ايه؟ لان. ايه يا مس لان ده؟ local area network، تكون من ايه؟ كمبيوتر متوصل بانذر كمبيوتر او متوصل بديفايس زي البرينتر او الراوتر. خدنا شبكة كبيرة عالمية اسمها انترنت connect millions of computer، وعشان ادخل على الانترنت لازم يكون عندي جيت واي اللي هو الراوتر. بيجي عليه اسئلة كتير، مين هي الجيت واي؟ تقول له الراوتر. وكمان بحتاج ان انا اشترك مع الاي اس بي اللي هي الشركة اللي بتقدم لي الخدمة، company that provide internet to customer. والورلد وايد ويب هي عبارة عن ايه؟ web pages and sites people can navigate. زي مين يا ميس السايتس اللي ممكن اخش عليها؟ Egyptian Knowledge Bank اللي بيقدم reliable information، معلومات موثوق فيها for free to all Egyptian who register on the site، لكل المصريين المشتركين في الموقع ده. النوع الثالث بقى من الشبكات اسمها intranet. هسألك سؤال، لو مثلا موظفين البنك اللي احنا لسه متكلمين عليهم دول عايزين يبعتوا معلومات بينهم وبين بعض، ينفع يرفعوها على الانترنت كل الناس تشوفها؟ لا طبعا، دول محتاجين شبكة برايفت، حاجة كده بينهم وبين بعض محدش يشوف اللي هما بيبعتوه لبعض غير هما بس. عشان كده بيستخدموا شبكة اسمها انترانت. هل الانترانت دي شبه الانترنت بابليك كده لكل الناس؟ بيقولك لا، الانترانت دي برايفت يعني حاجة خاصة، restricted، بس محصورة على الناس اللي هم موجودين جوه البيزنس ده، جوه المدرسة دي، جوه المنظمة دي. It's a private and restricted، هي عبارة عن شبكة برايفت يعني خاصة، وبس بتقتصر على مين؟ على الناس اللي موجودة في البيزنس أو في السكول أو في الأورجنايزيشن، يعني موجودة في المنظمة دي، يعني هي خاصة بناس معينين بس. خلاص يبقى مين هي البرايفت نتورك؟ اسمها ايه؟ انترانت. ميس انت عايزه تقولي لي ان في شبكه للانترنت مفتوحه لكل الناس تقدر تشوفها زي الويب؟ وفي كمان شبكه كلوزد مقتصره بس على ناس معينين، ان انا اوصل الكمبيوترز ببعض عن طريق الكابلات، زي الشبكه الموجوده عندنا في معمل الكمبيوتر. المعمل اللي في المدرسة بتاع الكمبيوتر بتلاقي الميس موصلة كل الكمبيوترز بعضها عن طريق كابل كده، فدي بتعتبر ايه؟ closed network، جوه اللاب بتاع الكمبيوتر بس. طيب يبقى التايبس اوف نتورك هي عبارة عن open network. ايه مثل open network دي؟ مفتوحة ومتاحة للجميع، open and accessible to all، زي الويب اللي هي شبكة الانترنت بتاعتنا. وفي نوع تاني من الشبكات اسمها closed network اللي هي الشبكة المقفولة، ان انت ممكن توصل كمبيوترز عن طريق الكابلات to allow file sharing، عشان انقل فايلات بين الكمبيوترز وبعضها زي السكول كمبيوتر لاب. وبعدين هيبدأ يديني تعريف لكلمة الكابل. ايه مس السلك ده؟ بيقولك هو عبارة عن وصلة طويلة بتوصل ايه مس؟ بتوصل معلومات او بتوصل باور. مش انا ممكن اوصل الموبايل بتاعي بالكمبيوتر واشحنه؟ يبقى الكابل ده ممكن يوصل داتا، معلومات، او انقل عليه فايلات، يعني ممكن كمان يوصل باور، يوصل كهرباء، يشحن مثلا الموبايل بتاعي. زي ايه مثل الكابلات اللي احنا لسه واخدينها؟ زي مين؟ الايثرنت كابل. الايثرنت كابل ده كان بيعمل ايه؟ كان بيوصل الكمبيوتر بتاعي بالراوتر. يبقى في سؤال ممكن يجيلك في الاختيارات، يقولك مين هو long connectors that transmit data or power؟ مين الموصل الطويل اللي بينقل المعلومات او بينقل الباور؟ هتختار كلمة كابل. وبعد كده هيبدأ يكلمنا عن الهيستوري بتاع الانترنت في اوائل الثمانينات، يعني 1980 مثلا، وبعد كده يحكي لك ازاي الكمبيوتر بدأ يتطور على مر العصور. بيقولك زمان في أول الثمانينات كنا بنستخدم الفون لاين to connect to the internet. يعني إيه يا مس؟ كنا بنستخدم السلك بتاع التليفون الأرضي ونبدأ نوصله بالكمبيوتر بتاعي وكده بيوصل لي الإنترنت. طب جميل قوي يا مس. بيقولك كمان الإنترنت كان حلو قوي، كان stable يعني مستقر، الشبكة مش بتفصل، لكن كان فيه عيبين.
العيب الاولاني ان هو كان بطيء قوي slow، وكمان بيقولك انك ما تقدرش تستخدم التليفون الارضي وانت موصل الانترنت، يعني لو حد اتصل بيك وانت مشغل الانترنت مش هيقدر يتواصل معاك عبر التليفون بتاعك واقف طول ما انت مشغل الانترنت. يبقى تاني في الثمانينات ايه اللي حصل؟ They used phone line to connect the internet. استخدموا خط التليفون عشان يتوصلوا بالإنترنت. Connection is slow but stable. الشبكة كانت بطيئة لكنها كانت مستقرة. يبقى العيب الأولاني إن الشبكة كانت بطيئة. العيب التاني they couldn't use the phone when using the internet. كانوا ما يقدروش يستخدموا التليفون لما كانوا بيبقوا شغالين الإنترنت. طيب اخر الثمانينات بقى لقوا حل للمشكلتين دول، اخترعوا حاجه اسمها DSL Digital Subscriber Line. ايه ميس الخط ده بيعمل ايه؟ DSL ده بيخليك تقدر تشغل النت والتليفون الارضي في نفس الوقت. يبقى حل اول مشكله اهو، ان انا دلوقتي قدرت استخدم الانترنت وكمان قدرت استخدم التليفون في نفس الوقت. وحل كمان المشكله التانية، مش هنا كانت الكونكشن كانت سلو، لا هنا بقى خلى سرعه اسرع هاي سبيد كونكشن. يبقى في اخر الثمانينات اخترعنا ايه؟ DSL Digital Subscriber Line اللي خلانا نستخدم الفون and internet at the same time، وكمان ادانا هاي سبيد كونكشن. ماشي يا ميس كده حلو قوي. بعد كده ايه اللي حصل في التسعينات؟ اخترعنا بقى ايه؟ الورلد وايد ويب www. ايه ميس ال www دول؟ قلنا هي عبارة عن ويب سايت او ويب بيجز متوصلة ببعضها عن طريق الهايبر لينكس. ايه ميس الهايبر لينكس دي؟ يعني مثلا لو انت فاتح الفيسبوك ممكن تلاقي لينك يقولك مثلا لمشاهدة الفيديو اضغط على اللينك ده، يبقى انت دوست على لينك تاني اهو. طيب بعد ما تخش على الفيديو يقولك اضغط على لينك تاني لتحميل المذكرة، يبقى لينك تالت اهو دخلت عليه. خلاص يبقى الويب بيجز دي متوصلة مع بعضها عن طريق ايه؟ using hyperlinks. اللينكات اللي انت عمال تدوس عليها ورا بعض دي اسمها ايه؟ hyperlinks. لغاية ما وصلنا لآخر حاجة اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، ان احنا اخترعنا الواي فاي والهوت سبوت. الهوت سبوت بتخليك تقدر تفتح الانترنت من اي مكان من التليفون بتاعك. هوت سبوت allow internet access anywhere from your smartphone. دلوقتي هنبدأ مع بعض lesson 4 digital communication tools، بعد كده هنبدأ نحل كل الأسئلة مع بعض. طيب دلوقتي الدرس ده متصل بالدرس اللي قبليه، بيقول لي ازاي الناس بدأت تتعامل وتعمل communication تتواصل مع بعضها عن طريق الشبكات. بيقولك الناس بدأت تستخدم الكمبيوتر نتورك every day. بستخدم الانترنت كل يوم وفي كل وقت من التليفون بتاعي، ابعت مسج، اشتري حاجة، احضر اونلاين كلاس يعني زوم، استخدم ابليكيشن او بروجرام. يعني بدأ الناس تستخدم النتورك الشبكات في حاجات كتير كل يوم. وكمان الناس بدأوا يستخدموا النتوركس في الأشغال بتاعتهم في المنظمات بتاعتهم، وكانوا بيستخدموا الكلوزد نتورك الشبكة الخاصة private information، وكمان استخدموا الاوبن نتورك to share public information. يعني الناس بدأت تستخدم الكلوزد نتورك لو عايزة تبعت حاجات بينهم وبين بعض ومحدش يشوفها to share private information، وبدأنا نستخدم الاوبن نتورك اللي هي الشركات الكبيرة لما احب اشير حاجة public. يعني انا مثلا دلوقتي شغالة عايزة ابعت مذكرة لزمايلي اللي شغالين معايا، هبعتها على ايه؟ على الكلوز نتورك، وبعد ما نخلص شغلنا والمذكرة تبقى جاهزة نبدأ نشيرها على الاوبن نتورك علشان اعمل شير للبابليك انفورميشن، يعني انشرها للناس كلها. الجزء الثاني من درسنا النهاردة هيكلمنا عن حاجة اسمها Internet of Things. يعني ايه ميس كلمة Internet of Things؟ بيقولك ان التكنولوجيا عندنا اتطورت جدا وقدرنا ان احنا نوصل الاجهزة كلها بالانترنت عن طريق الواي فاي. يعني ايه ميس؟ يعني انا مثلا ممكن اوصل الغسالة بتاعتي بالموبايل بتاعي، وانا قاعدة في الشغل ادوس على زرار اشغل الغسالة اللي عندي في البيت. ميس ايه ده اللي انت بتقوليه ده؟ هقولك دي حاجة اسمها Internet of Things. يعني ايه ميس برضو Internet of Things؟ Internet of Things consists of devices أجهزة متوصلة بالإنترنت linked to the internet via Wi-Fi. via إيه مس؟ via Wi-Fi. احفظ الكلمة دي بتيجي كتير جدا في الأسئلة. يبقى لما أوصل أجهزة بالواي فاي دي اسمها إيه؟ Internet of Things، والاختصار بتاعها IoT. أخدت أول حرف من كل كلمة Internet of Things. يبقى لما اقول لك devices linked to the internet via Wi-Fi تقول لي ده الديفاين بتاع ال IoT Internet of Things. Household item can be part of network is called Internet of Things.
يعني لما تخلي الأجهزة بتاعت البيت متوصلة بشبكة، الشبكة دي بقى اسمها ايه؟ Internet of Things. ميس طيب انا دلوقتي وصلت الاجهزه بتاعتي بالواي فاي، اقدر اتحكم فيها من الاوضه التانية؟ هقول لك ده انت تقدر كمان تتحكم فيها من سيتي تانية، من محافظه تانية، روح حته تانية كده، مدينه تانية، تقدر تتحكم في الغساله اللي في البيت، في التكييف اللي في البيت، او انت مروح كده وحران تقوم دايس كده من الموبايل كده على التكييف وتقول له اشتغل، تروح تلاقي البيت كده حلو والتكييف شغال والجو حلو في البيت. شفتوا التكنولوجيا دي بقى اسمها ايه؟ Internet of Things. عارفين زي ايه كمان؟ عارفين السماعات اللي انتوا بتستخدموها اللي هي بتبقى سماعه كبيره كده بتشتريها من عند الراجل، ممكن يبقى شكلها شبه الميكروفون، تبدا توصلها بالواي فاي بالموبايل بتاعك، والصوت بتاع الموبايل يطلع كبير جدا على السماعه دي. طيب مش انت كده وصلت السماعه بالموبايل بتاعك عن طريق الواي فاي؟ فده بقى اسمه ايه؟ Internet of Things. خلاص؟ طيب يبقى الاكزامبلز بتاع الانترنت اوف ثينجز زي البلوتوث سبيكر اللي انا لسه قايله لكم عليه، السماعه اللي بتوصلها بالموبايل، زي الديجيتال ريفريجريتور، ممكن الثلاجه بتاعتك اشتري بقى كده بفلوس كتير ثلاجه تتوصل بالواي فاي، ماشي؟ خلاص. والواشنج ماشين، قول لماما عايزين نشتري واشنج ماشين بتشتغل بالواي فاي يا ماما. خلاص؟ طيب كده خلصنا الانترنت اوف ثينجز. حلو قوي. الناس بقى الغلبانه اللي ما عندهمش انترنت على الموبايل بتاعهم بتعمل ايه لو عايز تاخد صوره من صاحبك؟ في ناس بتستخدم البلوتوث. ايه يا مس البلوتوث ده؟ بتشغل العلامه دي من على موبايلك ومن على موبايل واحد صاحبك، خلاص، وتحط الجهازين جنب بعض. ايه يا مس؟ لازم تحط الجهازين جنب بعض عشان تقدر تعمل ترانسمات للداتا، عشان تبعت معلومات او تبعت فايلات من موبايل لموبايل تاني لازم يكون جنب بعض. جنب بعض يعني ايه؟ يعني شورت رينج. يعني يا ميس لو انا شغلت البلوتوث ونزلت تحت في الشارع مش هعرف اخد من صاحبي داتا؟ هقول لك يا حبيبي مش هتعرف توصل الموبايلين ببعض غير لما يكونوا جنب بعض. يبقى لما يجي يسألك في الامتحان ويقول لك مين هي النتورك تكنولوجي اللي بتوصل جهازين ببعض اوفر شورت رينج، تقول له مين؟ بلوتوث. طيب ميس هو انا لما بحط الموبايلين كده جنب بعض بوصلهم بسلك؟ لا يا ميس، ده البلوتوث هو اللي بيوصل. يبقى البلوتوث ده بيستخدم الواير، بيستخدم الاسلاك ولا وايرلس؟ ميس ده وايرلس يا ميس، مفيش سلك خالص، لكن بشرط واحد ان هما يكون بينهم شورت رينج، يعني يكونوا قريبين جنب بعض. Bluetooth is a networking technology connect wireless mobile devices over short range to form a network to transmit data between different devices. والشبكة دي هي وايرلس ولازم تغطي شورت رينج، لازم عشان تشتغل يبقوا جاهزين جنب بعض. ده الديفاين بتاع ايه؟ الشبكة بتاعت البلوتوث. بتيجي كتير جدا في الامتحان وبتميزها كلمة شورت رينج. واخر جزء في الدرس بتاعنا هيكلمنا عن ان التكنولوجي بدأت تساعد البيبل اوف ديترمينيشن. التكنولوجيا بتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهيديك برامج ويقولك كل برنامج بيستخدم فيه. اول حاجة البرنامج الاولاني اسمه سكرين ريدر. ايه مثل السكرين ريدر ده؟ السكرين ريدر ده بيقرا لك الحاجة اللي موجودة على الورقة. بيساعد مين يا ميس؟ بيساعد الناس اللي عندها مشكلة في ايه؟ مشكلة في الرؤية، عندها مشكلة في عينيها. يبقى السكرين ريدر help visually impaired people to write research paper, to do homework, to access file and document. بتساعد الناس اللي عندها مشكلة في النظر ان هم يكتبوا ورقة، يحلوا الهومورك، يفتحوا فايلات او ملفات ويتعرفوا على الحاجة اللي موجودة جواها. وتاني حاجة اخترعوها عشان يساعدوا البيبل اوف ديترمينيشن هي البرايل ميثودز اللي اخدناها السنة اللي فاتت برضو. البرايل ميثود دي اللي كان فيها حروف بارزة، والبلايند بيرسون الناس اللي مش بتشوف بتبدأ تحسس بإيديها كده على الحروف وتبدأ تقرأ الحاجة اللي موجودة. يبقى البرايل ميثود help blind people to read. وتالت حاجة التكنولوجيا بدأت توفرها لنا حاجة اسمها اي كوميرس. ايه مثل اي كوميرس ده؟ ده انك تقدر تشتري اي حاجة او تبيع اي حاجة اونلاين. E-commerce is online shopping where people can buy and sell product. تقدر تشتري او تبيع اي سلعة عن طريق الاي كوميرس. خلاص. طيب ميس انا اقدر اشتري او ابيع اي حاجة؟ بيقولك لو سمحت لازم تستأذن من البيرنتس بتوعك، لازم تستأذن من بابا وماما قبل ما تعمل اي اونلاين شوبينج. وبيقولك كمان خلي بالك يا حبيبي ما تعملش شير للبيرسونال انفورميشن. خلي بالك في حاجات شخصية ليك، في حاجة اسمها ديجيتال برايفسي، في حاجة اسمها خصوصية.
ما ينفعش وانت بتشتري حاجة اونلاين تدخل كل الداتا اللي عندك. يعني مثلا في مواقع بتبقى موجودة بس عشان تسرق الداتا بتاعتك، تقولك دخل اسمك واسم مامتك وبطاقة مامتك، ويقولك دخل الرقم السري اللي موجود على الفيزا، وهوبا ماما تصحى تاني يوم تلاقي مفيش ولا مليم في الفيزا بتاعتها عشان حضرتك عملت ايه؟ عملت شير للبيرسونال انفورميشن بتاعتك. يبقى التكنولوجي اخترعت لنا السكرين ريدر اللي الناس اللي مش بتشوف كويس تستخدمها، visually impaired بيستخدموها، والبرايل ميثودز help blind people to read بتساعد الناس اللي مش بتشوف ان هي تقرا، والاي كوميرس بيسمح لنا ان احنا نعمل اونلاين شوبينج سواء كنا بنشتري او بنبيع اي حاجه. people can buy and sell product. وأثناء الإي كوميرس you should ask your parent before you go online shopping. لازم تستأذن قبل ما تعمل online shopping and don't share your personal information. كده نكون خلصنا lesson 4، ودلوقتي هنبدأ نحل أسئلة lesson 3 و lesson 4. Number 14. Point is a group of people or things that connected to each other. لما ناس يتواصلوا مع بعض أو يتوصلوا مع بعض أو أجهزة بتتوصل مع بعض. ده التعريف بتاع كلمة إيه؟ computer, network, gateway. طبعا هختار كلمة network. لما الناس بتتواصل مع بعض أو الكمبيوترز بتتواصل مع بعض بيكونوا شبكة. Number 15. Point is a network that connect computers and people using them from all around the world. مين الشبكة اللي بتوصل الكمبيوترز والناس ببعضها عبر العالم؟ intranet ولا internet ولا device؟ طبعا اختار كلمة internet. Number 16. The web is an example of. الويب دي اللي هي اللي بنتصفح فيها وبندور فيها على اي معلومه احنا بندور عليها، دي open network ولا closed network ولا LAN؟ طبعا دي متاحه للجميع يبقى هي open network. Number 17. The point is made up of web pages that people can navigate. مين اللي بتتكون من صفحات؟ الراوتر ولا الانترانت ولا www World Wide Web؟ Number 18. The router is considered as. الراوتر بتعتبر ايه؟ antivirus, gateway بوابة للإنترنت، famous browser. البراوزر ده اللي هو البرنامج اللي انت بتخش بيه على الإنترنت زي الجوجل كروم زي الفايرفوكس. لا يا ميس، الراوتر ده هو عبارة عن ايه؟ عن البوابة بتاعتنا اللي بتدخلنا للإنترنت. router is gateway for the internet. Number 19. A point is a long connector that transmit data and power. ايه هو الموصل الطويل اللي بيوصل معلومات او بيوصل شحن؟ الفلاش ميموري، كابل، راوتر. هختار كلمة كابل. Number 20. Point allow phone and internet to use at the same time. قدرنا امتى نستخدم التليفون مع الانترنت في نفس الوقت؟ لما استخدمنا مين؟ لما استخدمنا ال DSL. Number 21. A school computer lab is example for. الكمبيوتر لاب، الكمبيوترز اللي موجودة اللي متوصلة مع بعض دول بكيبل، دي عبارة عن انترنت ولا open network ولا حاجة closed network، حاجة خاصة بينا بس في الكلاس بس في المدرسة بتاعتنا بس. طبعا هختار closed network. Number 22. To connect your computer to the internet you need what؟ عشان توصل الكمبيوتر بتاعك بالإنترنت تحتاج إيه؟ نتورك شبكة ولا جيت واي يعني البوابة اللي هي الراوتر ولا فلاش ميموري؟ طبعا لازم يبقى عندي راوتر gateway. Number 23. The World Wide Web. الورلد وايد ويب اللي هي www. ال www دي كانت AMS، كانت كل الإنترنت ولا ملهاش دعوة بالإنترنت ولا كانت جزء من الإنترنت؟ www is part of the internet. Number 24. نقط connect computer together to share important information. ايه اللي بتوصل الكمبيوترز ببعضها عشان يعملوا share للinformation، عشان يتبادلوا المعلومات؟ computer accessories, computer network, computer hardware. هختار كلمة computer network. Number 25. نقط is available for free for all Egyptian who register on the site. ايه اللي بيبقى متاح مجاني للمصريين اللي اشتركوا في السايت؟ bank information معلومات البنكية www. لا يميس ال www دي متاحة لكل الناس اللي موجودة في العالم، لكن ال EKB اللي هو بنك المعرفة المصري هو ده المتاح للمصريين. لما تشترك في السايت بيقدم لك معلومات موثوق فيها. Number 26. Point network share public information. مين اللي بيعمل شير لمعلومات عامة للمتاحة للناس كلها؟ الأوبن نتورك ولا الكلوز نتورك ولا السكول نتورك؟ طبعا الأوبن نتورك. Number 27. The point consists of computer connected to printer and router. دي حاجة صغيرة، شبكة صغيرة بتوصل الكمبيوتر بالبرينتر والراوتر، دي اسمها ايه؟ LAN.
Number 28. The connection of washing machine to an application on your mobile via Wi-Fi is called ايه؟ لما توصل الغسالة بتاعتك عن طريق application على الموبايل بتاعك متوصل عن طريق الواي فاي ده يبقى اسمه ايه؟ Internet Development, Internet of Things, Bluetooth, Internet of Things. برافو عليكم. Number 29. You can use نقط application to buy anything on internet عشان تشتري أو تبيع أي حاجة على الإنترنت تستخدم البراوزر، برايل، e-commerce. طبعا اختار e-commerce. e-commerce ان انت تشتري اي حاجة عبر الانترنت. Number 30. Point is restricted to only those who are part of business, school, organization with which they are connected. بيقول لك مين هو المقتصر بس على الناس اللي هم جزء من البيزنس، جزء من المدرسة، جزء من المنظمة، الناس بس اللي متوصلين ببعض. دي حاجة صغيرة صح؟ اسمها ايه بقى الشبكة الصغيرة دي اللي بتوصل الناس تبقى برايفت كده وممنوعة على اي حد تاني؟ intranet, IoT, open network. طبعا هختار intranet. Number 31. The point is used for visually impaired to get audio feedback. الناس اللي مش بتشوف كويس تستخدم برنامج عشان يحول لها النص المكتوب لصوت لأوديو. اسمه ايه البرنامج ده؟ screen reader, scanner, bluetooth. هختار screen reader. Number 32. The point consists of devices linked to internet via Wi-Fi. الأجهزة اللي متوصلة مع بعض عن طريق الواي فاي اسمها ايه؟ CPU, IoT, DSL, IoT. Internet of Things. Number 33. Point is a networking technology that connects wireless mobile devices over short range. شبكة بتوصل الموبايلات من غير سلك وبتشتغل على رينج صغير، يعني لازم الموبايلين يبقوا جنب بعض. دي بقى اسمها ايه؟ بلوتوث، ايثرنت كابل، ولا راوتر؟ طبعا هختار بلوتوث عشان لقيت كلمة short range وكمان لقيتها ان هي wireless يعني من غير سلك. Number 34. Point is a company that provide internet service to customer. مين هي الشركة اللي بتوصل خدمات الانترنت للعميل؟ ISP, DSL, IoT. اسمها ايه؟ ISP. Number 35. Household item can be part of network. This is called what? الأجهزة اللي موجودة في الكمبيوتر، الأجهزة اللي موجودة في البيت متوصلة على شكل شبكة، متوصلة مع بعض بشبكة، يعني دي بيبقى اسمها ايه؟ Internet of Things. Number 36. Point an example of Internet of Things. Bluetooth speaker, screen reader, mobile devices. مين الأجهزة اللي بتوصل عن طريق الواي فاي، بتوصل على الإنترنت عن طريق الواي فاي؟ ايه رأيك؟ البلوتوث سبيكر. طبعا هختار البلوتوث سبيكر اللي هي السماعات اللي بوصلها عندي بالموبايل والصوت بتاعها بيبقى عالي، بتتوصل من الموبايل عن طريق البلوتوث. طبعا هختار بلوتوث سبيكر. Number 37. Bluetooth is network technology that connect wireless mobile devices over نقط range. البلوتوث بتوصل للموبايلات عن طريق ايه؟ short range ولا long range ولا middle range؟ ده لازم الموبايلات تبقى لازقة في بعضها عشان البلوتوث يشتغل، يبقى لازم هختار كلمة ايه؟ short range. Number 38. Banks use the what to share their information. البانكس بيستخدم ايه؟ open network، يا لهوي، social media sites، مواقع التواصل الاجتماعي، خراشي، closed network. طبعا البنك دي حاجة private فبيستخدموا شبكة خاصة بيهم هم بس، closed network. Number 39. Braille method allow blind people to hear, read, speak. البرايل ميثود بتساعد الناس اللي مش بتشوف ان هم يعملوا ايه ميس؟ ان هم يقروا، بيلمسوا كده الحروف ويقدروا يقروا. to read. Braille method allow blind people to read. Number 40. The IoT consists of devices linked to the internet via IoT بتوصل الأجهزة عن طريق مين؟ الواي فاي. دلوقتي هنبدأ السؤال التاني put true or false وهنبدأ من أول number 70. In late 18th, phone line are used to connect to internet but couldn't use the phone when on the internet. التليفون الأرضي كنت بستخدمه إن أنا أدخل على الإنترنت، لكن ما بقدرش أوصل التليفون أو أستخدم التليفون وأنا بستخدم الإنترنت. لا يا ميس غلط، ده في آخر التمانينات كنا بنستخدم حاجة اسمها DSL اللي كانت تسمح لنا إن إحنا نستخدم التليفون والإنترنت في نفس الوقت. أوكي.
Number 18. The internet is more secure and private than intranet. الانترنت يا ميس الشبكة العالمية دي بتبقى خاصة وبرايفت أكتر من الانترانت. لا يا ميس الانترنت دي هي اللي برايفت، لكن الانترنت ده بتبقى حاجة عامة متاحة لكل الناس. يبقى الجملة بتاعتي wrong. Number 19. The internet is private network that restricted to some people. الانترنت دي حاجة برايفت بتبقى ممنوعة على بعض الناس. طبعا الجملة بتاعتي غلط. الشبكة البرايفت اسمها intranet. Hotspot allow you to access the internet anywhere from your smartphone. الهوت سبوت بتخليك تفتح الانترنت من اي مكان من موبايلك. الجملة صح. Number 21. To connect a computer to the internet, a gateway must be used. لازم تستخدم البوابة بتاعت الانترنت اللي هي الراوتر. يبقى الجملة بتاعتي true. Number 22. The Egyptian Knowledge Bank is available for free to Egyptian. بنك المعرفة المصري ببلاش للمصريين. أيوة يا ميس. Number 23. The intranet is not different than internet. الانترنت مش بتختلف عن الانترنت. طبعا غلط يا ميس. الانترنت دي لكل الناس، لكن الانترانت دي برايفت، شبكة خاصة. Number 24. www stand for World Wide Web. الاختصار ده بتاع كلمة World Wide Web. الجملة بتاعتي true. Number 25. The internet is a type of network that connect computer from all around the world. بتسألني على الانترنت بتوصل للكمبيوترات عبر العالم. طبعا الجملة بتاعتي true. A LAN is a wide area network. اللان يا مس اللوكال اريا نتورك. لا يا مس دي كانت بتاعت بيتي انا اللي كانت بتوصل الكمبيوتر بكمبيوتر تاني او براوتر وبرينتر. يبقى الجملة بتاعتي غلط. Number 27. The internet is used to share information. بستخدم الانترنت عشان اشير المعلومات او انشر المعلومات. صح طبعا. Number 28. A school computer lab could have its own closed network. المعمل بتاع الكمبيوتر اللي في المدرسة في موصل الكمبيوترز ببعض بيكونوا شبكة closed network. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 29. The companies that provide internet to society is called ISP. الشركة اللي بتوصل الانترنت للمجتمع اسمها ISP. الجملة بتاعتي true. Number 30. Digital washing machine is an example to the internet of things. الديجيتال واشنج ماشين الغسالة الديجيتال هي مثال للانترنت of things. طبعا صح، هي غسالة بقدر اوصلها بالواي فاي. Number 31. Always ask permission from your parent before buying anything online. استأذن من والديك قبل ما تشتري أي حاجة أونلاين. الجملة بتاعتي true. Number 32. Bluetooth speaker is an example of Internet of Things. نوصل البلوتوث سبيكر بالجهاز بتاعي عن طريق الواي فاي. دي بأمثال الانترنت of Things. طبعا الجملة بتاعتي true. Number 33. Bluetooth is a network technology works over long range. تستخدم البلوتوث نتورك بتشتغل على long range. لا يا ميس انت قلتيلي short range، لازم الجهازين يبقوا جنب بعض. Number 34. Braille make it more difficult to read for people of determination. البرايل method اللي الناس اللي مش بتشوف دي بتحط ايديها كده على الحروف عشان تعرف تقرا، دي بتخلي القرايه صعبه. طبعا غلط. Number 35. The screen reader is used by visually impaired to get audio feedback. السكرين ريدر بتخلي الناس اللي مش بتشوف كويس تسمع اوديو. يبقى طبعا الجملة بتاعتي true. Number 36. Braille method allow blind people to read. ميس blind person دول بيحطوا ايديهم على الحروف البارزة بتاعت البرايل method وبيقدروا يقروا كويس. يبقى الجملة بتاعتي true. Number 37. We can control Internet of Things devices in the same room or in another city. بقدر اتحكم في الأجهزة اللي أنا موصلاها مع بعض بالواي فاي من نفس الأوضة أو من سيتي مختلفة، من مدينة مختلفة. الجملة بتاعتي true. وبكده أكون خلصت حصتي النهاردة. خلصنا lesson 3 و lesson 4. أشوفكم إن شاء الله على ألف خير الفيديو اللي جاي. بتمنى تساعدوني وتدعموني بلايك وشير للفيديو لجروب الكلاس. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.